ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشارع المصري فيه ظواهر اتحداك تلاقيها في اي شارع في اي دولة في العالم. يعني مثلا كده اي بلد فيها هايبر ماركت، سوبر ماركت، احنا بس اللي عندنا كشك. شفت لمسك ازاي؟ الكشك ده بالنسبة لي انا شخصيا عامل زي مثلا مصباح علاء الدين في الصحراء، حران وجعان ومفرهد، وتبص من بعيد قوي تلاقي انوار حمراء وخضراء وصفراء، وتقرب فجأة تلاقي في مكان كده متر في متر فيه خيرات ربنا، شوكولاتات، بسكوتات، معجنات، مكيفات. تلاقي كل الحاجات اللي احنا اتمنعنا منها واحنا صغيرين علشان كانت مضرة تلاقيها موجودة قدامك. تلاقي نفسك بتفرح زي العيال الصغيرة كده بمجرد ان انت تشوفها، حتى لو انت مش عايز اي حاجة. لو ممكن كمان تلاقي عنده تليفون، جرايد، تحويل فلوس، تغيير عملة، تستثمر فلوسك، تكبر ثروتك، وتقب بقى على وش الدنيا من الكشك. فاول ما انت بتوصل الكشك بتبتدي تاكل وتشرب وبتفهم الدنيا ماشيه ازاي. السؤال عنه بس بيفرحك. حد عايز حاجه من الكشك؟ الله، سؤال جميل. علشان كده تلاقي صاحب الكشك ده مسميه اسم فخم كده لا يتناسب مع حجمه اطلاقا. يعني ممكن تلاقي كشك مثلا اسمه سلامه مول، او طلبه ماركت، او رجب للتجاره والتوريدات. حد عايز حاجه من الكشك؟ غير كل ده بقى كمان الكشك في الشارع المصري بيعتبر علامه من علامات المنطقه، لاند مارك، نقطه تجمع. وقفة الكشك دي أهم خروجات الشاب المصري الأصيل، ودايما بيكون في مواطن على المعاش بيطلع كده بالفانلة الحمالات ويزعق للشباب اللي واقفين على الكشك، مرة عشان الدوشة، ومرة عشان الضحك، ومرة عشان ريحة الدخان. مرة عمو ده طلع زعق لنا عشان نتيجة الماتش، يلا دي انت وهو من هنا، يلا 2-0 يلا مش عايزين وقفة هنا. لازم قدام الكشك بقى بتلاقي صاحب الكشك حاطط ستاند كده لمنتج تافه. يعني مثلا وظيفته المعلنة ان هو ستاند عسلية، بينما وظيفته الفعلية ان هو يمنع اي حد من الركنة. تركن فين يا باشا؟ طب والعسلية تروح فين؟ ارميها في الشارع يا باشا؟ ارمي لحمي؟ بمناسبة العسلية بقى، انا اتكلمت على المعاكسات في الشارع المصري، نبقى نعمل لها حلقة. احب اقول ان المعاكسات في الشارع المصري ان كلمة عدي عسلية دي بقت تتقال دلوقتي معاكسة وشتيمة، اللي هو عدي عسلية كده ايه حلو، لكن ايه عدي عسلية كده شتيمة كشك خالص. دي بقى بتبقى عسلية الكشك، الركنة. قول لي شفت في انه شارع في العالم حد حاطط كتل صخريه وخوابير وحديد وجنازير وكراسي وانتريهات قديمه علشان بس يحجز ركنه للعربيه؟ ممكن تلاقي عند الفراعنه خوابير بس مش هتلاقي انتريهات. انا شفت واحد حاطط بانيو، انت متخيل؟ وبيقول للبواب عادي جدا يا ابو محمد تعالى شيل البانيو عشان اركن. ايه الجمله دي؟ والناس متقبله الموضوع خلاص بقى قانون وعادي، اللي هو يا حبيبي ما تركن هنا. ايه يا ساميه اللي بتقوليه ده؟ مش شايفه كرسي الانتريه بتاع الباشمهندس طلعت؟ طب الركنه دي؟ لا دي صخره الدكتور سليمان. يا ساميه الله يخليكي ما تحرجناش. طب في واحده فاضيه اهي، واخده بالك ولا ايه؟ دي شماعه طنط وفاء. انت اول ما بتجيب عربيه جديده بتبقى فرحان، فبتقعد تلف بيها شويتين، فبتروح البيت بقى عشان تركن وتطلع تريح شويه، فبتكون عايز تركن. ده لو عرفت طبعا تشيل الظواهر الطبيعيه اللي في الشارع، او تلاقي مكان تحط فيه البانيو بتاعك وتركن العربيه بالليل، وتنزل الصبح تلاقيها واخده شرطتين كده من الجناب بمسمار بورما. اموت واعرف مين اللي بيعمل كده وليه. لدرجه ان عشان ارتاح نفسيا تخيلت ان الواد ده ابو سوالب بتاع فيلم اكس مان، اللي هو بيطلع سكاكين من ايده ده ويبقى هايف قوي. بصراحه انا بتخيل كده ان هو كان منفعل كده وانا نايم وكان متنرفز، فقام ايه وادي عربيه يوسف اهي. وتلاقي العربيات اللي في مصر لونها رايح من الزوايا كده، والجناب عامل زي الموبايل اللي من غير جراب كده، لو كان واخد باله وما حكهاش هيلاقي اللي يحكها له بالليل وهو راكن، مش هيغلب. لا واحنا عندنا ركناتنا فيها ابداع. في عندنا اللي بيحضن على الرصيف بمهاره، ده بقى لو في الشله واسمه شريف بيبقى اسمه شريف حضن الرصيف، معروف. لو انت ماشي في الشارع ولقيت الشارع سالك ولقيت قلوا عربيات طالع كده، تعرف على طول ان ده وقت خروج مدارس. قدام باب المدرسه كده صف رابع صف خامس، تحس ان هم بيلعبوا الكراسي الموسيقيه، زي بالظبط اللي بيدور على كرسي فاضي على الشط وسط الزحمه. اي حاجه يسيب العربيه في اي حته في نص الشارع. طبعا لازم اخطف مودي ولوجي، انا لسه هحضن، انا عايز احضن على عيالي. في الشارع المصري برضه هتلاقي منتجات لا يمكن لاي انسان يكون محتاج لها تحت اي ظرف، وبتتباع عادي. في واحد في شارعنا بيعرض علينا ان احنا نشتري كتاكيت، واخدهم في ايه واوديهم فين، وطموحي معاهم هيكون ايه. وبعدين ابرر لمراتي ازاي ان داخل عليها بعلبه بسكويت مخرمه وفيها 3 كتاكيت. طبعا انت لما بتشتري الكتكوت ده بيبقى بريء جدا وكيوت خالص، واول ما بيوصل البيت فجاه بيتحول لمشروع فرخه، ريحته وحشه ولسانه طويل وتلاقيه مش متربي. فين الكيوت اللي انا كنت جايبه؟ مفيش. وفي ناس كمان بتبيع دودة الأز،
في علبة كبريت كده. لا هو حيوان أليف مثلا أربيه، ولا هتنشأ بينا علاقة، ولا أقدر أحلبه، ولا حتى أشرسه. ونفسي أسمع حد يقول لي إن هو بينتج حرير. ما حصلش. هيعمل إيه يعني؟ هيعمل كوفية للكتكوت؟ مناطق عبور المشاة. أنا عارف إن مناطق عبور المشاة دي موجودة في كل شوارع العالم لعبور المشاة. إحنا ابتكرنا بقى في شوارعنا طرق إبداعية خلاقة لعبور الطريق لا مؤاخذة، بالذات في ظروف الأمطار والسيول والحاجات دي والعواصف والمجاري. فتلاقي طريقة بقى إيه؟ لا، طريقة قوالب الطوب. احنا بقى بنبني افقي. دي بقى البنية التحتية اللي علمت المصريين الرقص الايقاعي الظريف. تنط كده ما بين الطوبة والتانية وانت فارد دراعك كده، معاك عسلية وكتاكيت وماشي تتنطط كده ما بين الطوبة والتانية. وهتلاقي ساعات واحد بيشيل الناس قبح كده ويعديك بجنيه، انت بكتاكيتك بحاجتك بكل حاجة. ولو رايح راجع بجنيه ونص. تلاقي عامل اوفر بيربي زبون، وفي اشتراك شهري لو ده مشوارك كل يوم. تلاقيهم بيعملوا ابلكيشن مثلا في الشارع المصري. في الشارع المصري في طبعا نصبة الشاي. يعني في الشارع المصري تلاقيه مردوم قهاوي بلدي وكافيهات، وتلاقي واحد واقف ببراد بس، تلاقي الناس بتشتري منه عادي جدا. وتلاقي واحد جنبه على العجلة بيعمل سندوتشات برضه برغم كل المطاعم اللي في البلد. انا بعدي عنده بشرب شاي وانا في طريقي للقهوة. تفهمش ليه؟ سندوتش الجبنة من هنا والشاي اللي من عند الراجل فيهم حاجة غريبة. لا وتلاقيه كاتب على الحيطة اللي فوقيه اللي هي في الشارع دي كافيتيريا اللؤلؤة اللي صاحبها ومديرها أبو عماد. أهي إعلانات الحيطان دي بقى اللي مكتوبة على الحيطة بتاعتنا جدا احنا المصريين. يعني مثلا فكرة اشخاص يعلنوا عن نفسهم باسامي اسطورية، اتحداك تلاقيها في اي حتة غير في الشارع المصري. تفتكر انت ممكن في اي حال من الاحوال تلاقي امبراطور الكيمياء في الصين مثلا؟ مستحيل طبعا. او تنين الفيزياء في فرنسا، او ملك ازالة البواسير بدون جراحة في سويسرا. عمرك هتلاقي الجمل دي مكتوبة في اي حتة. دي اعلانات شوارعنا احنا بس. لو حضرتك امبراطور الكيمياء اكيد حضرتك هيبقى معاك فلوس انك ممكن تعمل اعلانات ودعاية انضف من كده شويه. تاخدوا بالكم من الجليتر اللي على الامبراطور؟ يعني لو حضرتك امبراطور بجد اكيد هتشيل الترتر على الاقل. يعني الحادثه في الشارع المصري غير الحادثه في اي شارع تاني، بالذات لو حد اتخبط. الافكار اللي الناس بتقترحها عليه ممكن هي اللي تقضي عليه اكتر من الحادثه. ايا كانت ايه الحاله، حتى لو حادثه موتوسيكل هنشربه ميه وندلق باقي الكوبايه على وشه بشكل مهين جدا. راجل عنده هبوط مثلا، مشكله في القلب، لا نزعق، لازم نزعق انت كويس مش عايز حاجه من الكشك اهو بالمره يعني. ونزعق لبعض ونرفع له رجليه غصب عنه ونعفره ونقل قيمته. وبعدها بقى احنا نمشي بالتصوير البطيء بمنتهى الفخر. خلاص نروح نشرب حاجه ساقعه بقى من الكشك ونسيبه غالبا مرمي لوحده كده في الشارع براحته بقى. ممكن عايز يكون يشتري كتاكيت، مش عايزين ندخل في خصوصيات حد. حد عايز حاجه من الكشك؟ ونكمل في الشارع المصري بتاعنا الجميل. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي. واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.